الله وبركاته. بسم الله وصلى على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل السمك المشوي في البيت بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم ان شاء الله. انا معايا هنا سمك بلطي، ممكن تجيبي انت اي نوع سمك انت بتحبيه. ده سمك بلطي متنضف وزي الفل، وحاطه ليمون في قلبي، حاطه كده نص ليمونه في كل سمكيه عصراها في قلبها عشان خاطر الزفاره. معايا طماطمايه، معايا جزر، معايا فلفل حراق اللي هو الفلفل الشطه القرون الصغيره دي، معايا بصلايه. البصل حلو قوي في التتبيله، بيخلي طعم السمك حلو قوي وبيبقى مظبوط وحلو جدا جدا جدا. البصل في حط التركايه دي، البصلايه دي في قلب تتبيله السمك. تمام. معايا راس توم كبيره، معايا فلفل اخضر رومي مقطعاه قطع صغيره، معايا شبت وكزبره برضو شويه من كل يعني انت هتجيبي حزمه الشبت والكزبره، هتاخدي شويه من ده وشويه من ده. معايا ليمونتين، معايا التوابل بتاعتي معلقه كمون كبيره، كزبره صغيره، معلقه ملح كبيره، رشه حبهان حلو قوي، معلقه صغيره خالص فلفل اسود. هو ده او هي دي التوابل اللي انا هحطها في السمك بتاعي. ما بكترش اكتر من كده، ولا بجيب توابل سمك ولا اي حاجه خالص. ليه؟ بتغطي على طعم السمك وبتغطي على اللحمه بتاعتنا، واحنا عايزين ناكل كل حاجه بفوائدها. تمام. معايا معلقتين زيت كبار، معايا معلقه خل واحده بس، ما بكترش الخل في التتبيله. وكمان هحط شويه ميه بس مش دلوقتي خالص. انا مجهزه الكبه بتاعتي عشان خاطر انا هضرب المقادير دي كلها هفرمها في الكبه. تمام. ما عندكيش كبه ممكن تعمليها في الخلاط وتزودي شويه ميه، هيتضربوا معاكي ويبقى زي الفل. بس انا مش هحط في الكبه الشبت والكزبره والفلفل اللي انا مقطعاه قطع صغيره. انا عايزه الحاجات دي سليمه كده من قطع صغيره، عايزاها تبقى باينه، مش عايزاها مفرومه. انا هضرب المقادير في الكبه، الجزر والبصل والفلفل والطماطم والثوم مع بعض في الكبه. تمام. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. هنسمي الله وهنحط اول حاجه في الكبه بتاعتي هنحط الجزر. انا هفرم وارجع لكم تاني. بصوا انا فرمت الجزر والبصل والثوم والفلفل الحار مع بعض اهو في الخلاط. بصوا بالشكل ده. تمام. هحط ايه تاني معاه؟ هحط معلقه الخل، بسم الله، بالشكل ده. وهحط الزيت، بسم الله، معلقتين زيت، ما تكتريش زيت، هو معلقتين بس. تمام. وهحط كمان اللهم صل على النبي الخضره بتاعتي. انا ما بفرمهاش، انا بحطها كده، بقطعها قطع صغيره هي والفلفل، بحطها بالشكل ده. الفلفل والجزر هما بس اللي انا بفرمهم، الفلفل والجزر، قصدي الثوم والبصل والفلفل بفرمهم، والفلفل الحار. هحط كمان ليمون اهو زي ما انتم شايفين. لو حابه كمان ان انت تفرمي الليمونه معاهم افرمي واحده بس، عشان الليمون طبعا القشر بيبقى مر شويه اهو زي ما انتم شايفين. حطينا ليمونتين، حابه تكتري ليمون تمام، بس انا اصلا عصره ليمون في السمك اصلا، فانا حاطه ليمون بزياده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هنقلب كده، شايفين كده الخلطه دي كلها مع بعض. شوفوا الخلطه عامله ازاي اهي. انا مش هزودها ميه دلوقتي، الميه هزودها لما اشوي السمك، وهاجي بعد السمك ما يتشوي وهو على النار هروح مزوده شويه ميه على الخلطه دي، وهرش كده على السمك من فوق. تمام. هجيب السمكيه بتاعتي بالشكل ده اهو. بصوا قلب السمكيه بيضه وزي الفل ازاي. هجيب السمكيه وهاخد كده بالمعلقه اهو كده. بصوا السمك المشوي بيحب الخلطه تكون كتير جوه بالشكل ده، بتروح قافله كده. تمام. التاني اهو، ناخد معلقه حلوه كده اهو ونحط كده في قلب السمكيه. بصي لازم تحطي كده، تكتري الخلطه جوه السمكيه، هو ده اللي بيطعم السمكيه بتاعتك، بيخليها حلوه، مش من بره، من جوه. ونسيبه قد ايه يا محمد؟ هنسيبه ربع ساعه. تمام. بس انا عايزاكي ما تنسينيش في اللايك الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بجد التتبيله دي حلوه، ولا فيها زفاره ولا اي حاجه خالص.
لما تنضفي السمك بعد ما تنضفيه وتحطي الليمون فيه، تحطيه في مصفى وتحطيه واقف كده، ما تنيمهوش، حطيه واقف عشان خاطر يصفي الميه بتاعته اللي فيه، ما يبقاش فيه اي ميه. تمام. السمك بتاعي خلص خلاص، هسيبه السمك بتاعي هسيبه ربع ساعة عشان خاطر يتبل. هسيب السمك ربع ساعة. السمك اهو بعد ما تبلته اهو بالشكل ده، هسيبه ربع ساعة وهرجع اشويه معاكم على البوتاجاز من فوق، على الصاجة عندي من فوق على البوتاجاز. حابة ان انت تحطيه في الفرن حطيه. تمام اهو. هسيبه ربع ساعة. وقبل ما اعمل الرز، انا هعمل رز عادي، رز ابيض ببصلايه كده، هقدمه معاه بس. الرده اللي احنا هنشوي بيها السمك، الرده دي بتتجاب من عند العطار. تمام. مش موجوده عند العطار تجيبيها من الفرن بتاع العيش البلدي، بيبيعها برضو. والرده دي لما تجيبيها وبعد ما تخلصي الباقي اللي انت حطيتي فيه السمك ارميه، لكن بقيه الكميه لازم تحطيها في التلاجة، في درج التلاجة، عشان خاطر انت لو سبتيها بره بتسوس وبتدوب. معلش لو مؤاخذه في الكلام، هي في كده لازم تتحط في التلاجة. تمام. دي نصيحة مني ليكم ان انتوا لازم تحطوها في التلاجة. اول ما تجيبوها تنخلوها وتاخدوا الكمية اللي انتوا عايزينها والباقي تشيلوه في التلاجة. تمام. هجيب السمكية بتاعتي كده اهي بالشكل ده. بصوا السمكية عاملة ازاي، بصوا انا مفتحاها ازاي اهي، فتحيها عشان خاطر انضفها كويس والليمون يدخل جوه الفتحات دي ويطلع كل حاجه ايه فيه مش حلو. تمام. هحط السمكيه في الرده كده اهو بالشكل ده، يعني حاجه كده خفيفه اهو كده. تمام. انا حاطه الصينيه اللي انا هعمل عليها او الصاجه اللي عندك بتاعه الفرن اللي موجوده عندك. تمام اهو. انا حاطه كيس عامله عليه، مش حاطه طبق ولا اي حاجه، لان انا بعد ما اخلص هشيل الكيس ده وهرميه. تمام. انت هتعملي كده زي ما انا بعمل كده، هتحطي في كيس من بتاع التلاجة كده على الرخامه وتحطي عليه الرده وترشرشي كده اهو على السمكيه الرده اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. تمام. انا حاطه بس الصينيه تسخن على البوتاجاز اللي انا هشوي فيها السمك. انا حطيت الصينيه اللي عندي بتاعه الفرن الكهرباء اهي، حطها هنا اهي. عندك صاجه بتاعه الفرن بتاع البوتاجاز بتاعك اعملي عليها، اي حاجه قديمه عندك اعملي عليها. انا حاطه ايه، حاطه معلقه زيت واحده بس. تمام. ومعليه النار عندي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده، حطي السمك كده بالشكل ده على النار اهو. لازم النار تكون عاليه عشان السمك ما ينزلش الميه بتاعته، معلش، عشان ما ينزلش الميه بتاعته. تمام. لازم النار تكون عاليه. تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. خلاص انا خلصت شوي السمك، بصوا شكله عامل ازاي، وحطيت الخلطه على الوش اهي بعد ما اتشوى، وعملت جنبه رز ابيض زي ما قلت لكم بالبصل وشويه جزر كده صغيرين. انا بعمل رز ابيض، ما بعملش رز اصفر ولا رز اللي هو الصياديه ده جنب السمك المشوي. تمام. زي ما انتم شايفين كده. يا رب الوصفه بتاعتي تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.